يتواجد على أرض المغرب الآلاف من البدو الرحل، نساء ورجال وأطفال ورثوا حياة الترحال عن أجدادهم منذ عقود، رافضين تغييرها. فالترحال بالنسبة لهم ليس نمط عيش فقط، بل هوية يحمونها من الاندثار. لا يستقرون في أرض معينة، الماء بالنسبة لهم هو إكسير الحياة، أينما وجد تجدهم مستوطنين قربه لشهور أو لسنوات، إلى أن تفرض قسوة الطبيعة سطوتها، فتجدهم يرحلون في صمت نحو أماكن أخرى رفقة مواشيهم وممتلكاتهم البسيطة، على رأسها الخيام وبعض الأثاث البسيط. تتشبت بعض القبائل الرحل بهويتها المتنقلة وترفض مبدأ الاستقرار، لأنهم يعتبرون التنقل والترحال جزءاً من عاداتهم وتقاليدهم. الرجال عند الرحل المغاربة يبحثون عن الطعام بالمدينة، أما النساء فلا يستطعن اجتياز حدود القبيلة. فبدو منطقة تنغير جنوب شرق المغرب مثلاً يرفضون أن تغادر النساء القبيلة. كما أن نساء الرحل مكلفات بالاهتمام بالأرض وجلب المياه من الوادي الذي قد يبعد مكانه حوالي 1.5 ساعة مشياً. والفتاة التي تنتمي إلى قبيلة الرحل لا تستطيع الزواج إلا إذا كبرت الأخت التي تليها سناً أو استطاعت الأم أن تعوضها في جلب المياه. والقاعدة العامة بالنسبة لنساء الرحل في المغرب أن المرأة وجدت للعيش بين يدي رجل تنجب منه أطفالاً لكي يحفظ النسل من الانقراض. تبدا من صغرو النسيارة تقريبا 5 أيام ردات من ديال هذا الجماع ديال رحال النخ يجي أحمد هاديش نجمع سي رومي تندمو النسيارة تقريبا شي 8 أيام أزن طراح أودال. إوا من بعد نقيم غرس يومين صافي قادوني رومين قلنا ندو إن شاء الله كوس مراكش ما إلا هو أني يرحل قد قيمين في البلاصة تقول مزيار تقريبا 3 شهور. كاين اللي هو تقريبا المهم انا الخدمتين عيش ديال الحال الوالدين ويتما يستمع دوينا خلي هاد السياره هنا الخدمه ندو تايرس ندو صغرو الصيف ندو تصدرها يات الوقت يداد يربو لاجانس اسمه جون بيير داتشاري داي سيركوي الصحراء زواره خصها المهم خصها ما تيسي تخدم دوينا تي لوغمان يخدم تيما حماد يخدميت داي السيري لوغمان شامولي خدميت شويه تلاول تقريبا 14 عام لا تمودي يما راه تعاونخ السير تعاون غير يما زواره تعاون الشامولي دان السير لوقتنا زاكورا مرزوقه. يخشى الرحل أن ينقرض نسلهم، فالأرقام أيضا تدل على أن عددهم في انخفاض مستمر رغم غياب الإحصاءات الرسمية عن عددهم الإجمالي في المغرب، غير أن هناك من يقدر أن نسبتهم تمثل حوالي 2% من مجموع السكان، بينما كانوا قبل سنة 1912 تاريخ دخول الاستعمار الفرنسي إلى المغرب يمثلون حوالي 80%، وكان لهم دور تاريخي في مقاومة الاحتلال الفرنسي. خالا كنت دوسين نرحل نشقى شوي ولكن الحمد لله معناه حلاوة بزاف. أما بالنسبة لأطفالهم فهم لا يتعلمون أبدا إلا القليل منهم، وذلك من خلال مبادرات المجتمع المدني في إطار ما يسمى بالمدارس المتنقلة. ويختلف نمط عيش الرحل حسب المناطق، فهناك رحل يقطعون مسافات بعيدة من أجل البحث عن المراعي الجيدة، وإن تطلب الأمر قطع آلاف الكيلومترات،
وينتشرون بالصحراء والجنوب الشرقي للمغرب، بينما هناك رحل يتنقلون فقط بين قمم الجبال وسفوحها في نفس المنطقة، ويتمركزون في جبال الأطلس وسط المغرب. ومن النادر أن يلتقي الرحل بمن هم خارج قبيلتهم إلا في بعض مواسم الانتخابات، والتطور الوحيد الذي عرفوه خلال السنوات الأخيرة هو حصول البعض منهم على بطاقات الهوية.